صفحته على تويتر. هنا ما كتبه ترامب على تويتر اليوم. الترجمة: اختراق تاريخي آخر اليوم. اتفق صديقتان العظيمتان إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط. هنا قناة الجزيرة كتبت: ترامب يعلن تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل، وواشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء المغربية. العجيب، أنا والله أطالب قناة الجزيرة أن تكتب الصحراء المغربية، لأنه من العار إن احنا نعمل على تقسيم بلد مسلم وهي الصحراء مغربية فعلا، ولو ما كانتش مغربية نجعلها مغربية. وقلت إن مصر والمغرب بلد واحدة، والسنغال ومصر بلد واحدة. إن في ناس يقول لك إيه أصل التاريخ. طيب التاريخ إنه الحجاز والمغرب كانتا دولة واحدة من قبل، فعادت الدولة الأموية وبعد ذلك يعني في حاجات أخرى. طيب المهم، وحتى في مناطق من المغرب، شرق المغرب، كان جزء من الدولة العثمانية مع الحجاز، فكانوا في دولة واحدة. حتى إذا لم كانتا في دولة واحدة نجعلهم في دولة واحدة. يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما سير الجيوش وعمل الفتوحات ما قالش لا والله التاريخ بيقول، ده كلام عبيط طبعا يعني. والأمريكان قاعدين في أمريكا وهي أمريكا ليست بلدهم، ولم يقولوا لا التاريخ يمنعنا من ذلك. طيب المهم، الناس مرحبة ومعارضة. هنا أعلن الرئيس الأمريكي ترامب موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. أكد الرئيس الأمريكي اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، قائلا إن المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية. في بلاغ للديوان الملكي المغربي قال إن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، والذي أعلمه أنه أصدر مرسوما رئاسيا أمريكيا يقضي باعتراف واشنطن لأول مرة بسيادة المغرب كاملة على منطقة الصحراء المغربية، وإنه الولايات المتحدة الأمريكية قررت فتح قنصلية في مدينة الداخلة تقوم بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية. هنا في وكالة الأنباء المغربية أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه صورة الملك. أيضا هذا موقع البيت الأبيض على الإنترنت نشر هذا البيان، إعلان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية. نص البيان مهم جدا، يقول: تؤكد الولايات المتحدة كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية. اعتبارا من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيدها على دعمها للمغرب. أضاف البيان: تعتقد الولايات المتحدة أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن. نحث الطرفين على الدخول في مناقشات دون تأخير. بناء على ذلك، أنا دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، أعلن أن الولايات المتحدة تعترف أن أقليم الصحراء الغربية هو جزء من المملكة المغربية، وإثباتا لذلك أضع يدي هنا. يعني طبعا دي ترجمة جوجل، يعني يضع توقيعه يعني. وهنا دونالد ترامب. هذه الخريطة تشرح الأمر. هنا خريطة المغرب. كما نلاحظ أن جوجل بيقسم المغرب إلى قسمين، إلى المغرب أو الجزء الشمالي من المغرب وإلى الصحراء. هو لأننا خارج المغرب مسماها الصحراء الغربية، لكن هو عاملها كده أن هي منطقة متنازع عليها. طبعا هذه الصحراء المغربية وفيها الجيش المغربي، والجيش المغربي بيسيطر عليها كلها. يعني حتى فينا معبر الكراكات هنا، ادي معبر الجرجرات، ايضا ده الجيش المغربي سيطر عليه، كان في منطقة عازلة 5 كيلو. فالجيش المغربي بيسيطر على ثلثي هذه الصحراء، فيش الا جدار صغير هنا. هنا خريطة الصحراء المغربية. الجزء اللي باللون الاصفر ده تحت سيطرة الجيش المغربي، والجزء اللي باللون اللبني هذا ده تحت سيطرة قوات المنصور وميليشيات الشيوعية اللي هي جبهة البليساريو، وبتدعمها اللي بيدعمها النظام العسكري الحاكم في الجزائر اللي هو شنقريحة رئيس الأركان والمجموعة دي يعني، وبدون أي سبب. يعني المفروض إن النظام في الجزائر بيدعي القومية العربية والوحدة البلاد العربية وكده، لكنه بيعمل على تقسيم البلد. وطبعا لما هو يعمل على تقسيم المغرب تحت مسمى تقرير المصير، بعد ذلك هيخرج له في الجزائر
مجموعة سكانية تقول والله احنا عاوزين نقرر المصير. وانا بقول له بما انك انت بتقول حق تقرير المصير، اتفضل اعترف بقبرص التركية دولة مستقلة، مش هي قرروا مصير، لماذا لا تعترفون بهم؟ واعترفوا بكتالونيا دولة مستقلة. طيب اذا احنا لدينا شقين يا جماعة. الشق الاول وهو المهم، هو المهم جدا، وهو اعتراف امريكا بمغربية الصحراء. لماذا؟ نحن يهمنا الأول أن تكون المغرب دولة موحدة قبل الحديث عن علاقة مع إسرائيل. أقمنا اليوم علاقة مع إسرائيل، ممكن غدا نقطعها، يعني ما هيش فرض يعني. لكن المغرب اليوم دولة واحدة، إذا قسمت كي يجري توحيدها محتاجين حرب عالمية ثالثة. يعني السودان اليوم قسمت، هل اليوم الجيش السوداني يستطيع أن يذهب ويفتح جوبا من جديد ويضم جنوب السودان ويوحد البلد من جديد؟ لا. مجلس الأمن سينعقد، الجيش الأمريكي يقصفه، الجيش الروسي، الجيش الصيني، اعتداء على دولة مستقلة ذات سيادة إلى آخره، فكارثة كبيرة. لكن إقامة علاقات دبلوماسية وإلغائها مسألة وقتية، يعني يمكن التلاعب بها والتحكم فيها كما نشاء. فلذلك المهم هو وحدة المغرب. هل اعتراف أمريكا بوحدة الأراضي المغربية وأن الصحراء مغربية مهم؟ مهم لو كان ترامب سيكمل مدة ثانية. يعني لو ترامب هيكمل مدة ثانية كان هيكون مهم جدا وممتاز ورائع. لكن في حال ان ترامب لن يكمل مدة ثانية فيبقى لا أهمية له، لأن ممكن جو بايدن يأتي ويقول لك والله ترامب ده عبيط وحمار وجاموسة وأنا ألغي اعتراف ترامب. رجعنا في كلامنا، يعني إيه المشكلة؟ وآية ذلك ما فعله ترامب نفسه. يعني أمريكا عملت اتفاق النووي مع إيران، ولما جاء ترامب قال هذا هو الاتفاق في سلة الزبالة. هل ذهبوا لمحكمة العدل الدولية؟ لا. طب عملوا تحكيم؟ أبدا. طب فرضوا عقوبات على أمريكا؟ لا. طب قالوا أمريكا سيئة بتخالف القانون الدولي؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا أن القانون هو القوة، والقوي هو القانون، ما يقوله القوي هو القانون. فهمنا الجزئية؟ فأمريكا تفعل ما تشاء. هي أمريكا رأت اليوم إن الصحراء دي مغربية، يبقى الصحراء مغربية. غدا سحبت اعترافها، حر. بعد غد قالت هتصبح دولة مستقلة، وإذا لم تلتزم المغرب بذلك سنقصفها بالطائرات وهتقسمها وهتجعلها دويلة مستقلة وممكن تحتلها كمان. لذلك ولماذا انسحبت أسبانيا ابتداء من الصحراء المغربية؟ لأن في بعض الإخوة الصحراويين، الناس البسطاء اللي أمثالنا كده، احنا كنا قبل الانقلاب العسكري في مصر كنا بسطاء. يا أخي نحن حررنا الصحراء من الجيش الأسباني. طب لما أنتم حررتموه من الجيش الأسباني لماذا لم تستطيعوا أن تحرروها من الجيش المغربي؟ يعني من أقوى عسكريا، أسبانيا ولا المغرب؟ لا، أسبانيا. طيب أنتوا هزمتوا الجيش الأسباني وخاف منكم، لماذا لم تستطيعوا أن تهزموا الجيش اللي هو أقل في القوة اللي هو الجيش المغربي؟ طبعا كلام يعني. بص أنا عاوز رأيي، لم أدرس المسألة يعني، لكن أنا في اعتقادي أن أمريكا اللي طلعت الأسبان في تصفية الاستعمار القديم وتحل هي محل الاستعمار الجديد. المهم، طيب هل يا جماعة الاعتراف فبالتالي يمكن أمريكا تلغي هذا الاعتراف؟ المسألة الثانية، وحدة المغرب يا جماعة. الدستور المغربي للأسف الشديد فيه نصوص تؤدي إلى تقسيم المغرب. يعني المشكلة لا في أمريكا ولا في إسرائيل، المشكلة داخل المغرب. بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات ستختفي المغرب. يعني سوف تنتزع منه الصحراء، هتصبح دويلة مستقلة، بل المغرب نفسها كدولة ستختفي وتقسم إلى عدة دويلات. آية ذلك، تعال أدي الدستور المغربي. تعالوا نقرأ بقى الدستور المغربي. الفصل الخامس المتعلق باللغة يقول: تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها. 2. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، يعني عمل لغتين، يترتب على ذلك